وفي جوف الليل نزل جنود سبارتا من الحصان الخشبي وقاموا بقتل كل الجنود المخمورين وساقوا باقي الشعب عبيدا لهم، وذلك بعد حرق المدينة تماما ولم يبقى لها أثر على وجه الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة طروادة أو حصار طروادة اللي اتعمل له فيلم في 2004، فيلم طروادة، قصة شهيرة جدا وقعت قبل الميلاد. المكان مدينة طروادة في شمال غرب تركيا حاليا، الزمان القرن الثالث قبل الميلاد. والقصة باختصار، تم حصار مدينة طروادة من قبل جيش عدة ملوك من مدينة سبارتا اليونانية بقيادة ملك سبارتا مينالوس وشقيقه أجاممنون، وكانت المدينة ذات أسوار منيعة جدا تحطم عليها كل الجيوش اللي حاولت حصارها على مدار عدة قرون، حتى جاء حصار ملوك سبارتا للمدينة. انتصرت المدينة في البداية على جنود سبارتا، ثم حدثت خدعة شهيرة جدا، وهي لما عجزت جيوش سبارتا عن دخول المدينة بسبب مناعة أسوارها ومهارة جنودها في الرماية وأعمال القتال، تم بناء حصان خشبي ضخم جدا ومبهر، فقام الإغريق بتقديمه هدية لملك مدينة طروادة كعربون سلام بين طروادة وسبارتا. ملك طروادة قبل الهدية، وبهذه الخدعة دخل جنود سبارتا داخل الحصان الخشبي إلى داخل المدينة ومن بوابتها الرئيسية وبأمر من الملك وأمام كل الجيش، ولا يعلمون إن الشر داخل ما حسبوه خير أو هدية. وبرغم نصيحة البعض بعدم قبولها إلا أنه لم يستمع لهم. كان الحصان الخشبي ده ضخم جدا ويسع عدة مئات من الجنود بداخله ومعهم السلاح بتاعهم. احتفل أهل مدينة طروادة بالانتصار وطرد جيوش ملوك سبارتا وغيرها من الحلفاء. شرب الجنود الخمور طوال الليل حتى سكروا تماما، وفي جوف الليل نزل جنود سبارتا من الحصان الخشبي وقاموا بقتل كل الجنود المخمورين وساقوا باقي الشعب عبيدا لهم، وذلك بعد حرق المدينة تماما ولم يبقى لها أثر على وجه الأرض. القصة من أشهر قصص الخداع في الأدب العالمي، وهي أن يسمح شعب ما بدخول الأعداء في صورة جميلة إلى داخل مجتمعهم أو وطنهم، ثم يبدأ هدم المجتمع عن طريق جنود الأعداء هؤلاء. طيب، ما علاقة هذه القصة بالسودان وشعب السودان؟ القصة ببساطة ودون تعقيدات كتيرة هلخصها لكم في دقايق. بعد سقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير، قام الجيش السوداني بملء فراغ السلطة، وتعهد الجيش بإجراء انتخابات حرة نزيهة بعد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر، وتعهد الجيش بتسليم الحكم للرئيس المنتخب الجديد. خرجت مظاهرات كتير جدا بتغذيها بعض الأحزاب اليسارية، ويسارية هنا يعني شيوعية، والأحزاب الشيوعية دي ذات عقيدة علمانية، يعني حاجة كده ضد الدين الإسلامي تماما. الأحزاب الشيوعية دي اللي كانت بتنادي بالأمس بانتخابات حرة وديمقراطية نزيهة على حد وصفهم، وقفت أمام الجيش السوداني وطلبته ان تكون المدة والفترة الانتقالية دي اكتر من 6 شهور. هتقول لي يعني كام المدة اللي طلبوها دي؟ 7 8 10 شهور مثلا؟ هقول لك لا وانت الصادق. اقترحت الاحزاب اليسارية الشيوعية انه تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات، والبعض منهم قال 10 سنوات. طيب ايه السبب اللي خلى الاحزاب العلمانية تطلب تطويل الفترة الانتقالية دي؟ والسبب بسيط جدا وانتوا اكيد عارفينه، والسبب لو تم اجراء وعمل انتخابات هيكونوا هم اول الخسرانين في الانتخابات دي، والسبب انهم بلا ارضية شعبية تقبل بيهم او تخرج لانتخابهم. فحاول تحالف الاحزاب العلمانية ايجاد مقاعد لهم في كراسي الحكم باي طريق مشروع او غير مشروع، المهم انه يكون بلا انتخابات لانهم هيفشلوا زي ما قلنا. وكانت الاحزاب العلمانية صوتها عالي جدا في الاعلام رغم انهم بلا ارضية او حضانة شعبية خلفهم وعددهم قليل جدا، لكن التمويل الخارجي موجود ويخليك تظن انهم هم كل الشعب بسبب كثافة وصول صوتهم
في الإعلام، وتحس إن الشعب كله معاهم وعاوزهم. خدعت الأحزاب العلمانية الشعب السوداني وأوهموه إن وجودهم في السلطة هيجلب لهم الخير والحياة السعيدة والرغيدة، وإن السودان في وجودهم هتكون أفضل حالا من سويسرا. وطبعا سبق كل ده شيطنة التيار الإسلامي وتشويه صورته في عيون الشعب بالتهم المعلبة الجاهزة اللي انتوا عارفينها برضه، وطبعا تشويه صورة الجيش وأجهزة الدولة اللي هي المخابرات والداخلية اللي هي الشرطة، وأوهموا الناس إن الجيش والشرطة والمخابرات هم من بقايا النظام الإسلامي السابق، نظام عمر البشير. ومع تهييج الأحزاب العلمانية للشعب قامت مظاهرات واعتصامات كتيرة في البلد، وتحت ضغط المظاهرات قبل الجيش تقاسم السلطة معاهم، وكانت النتيجة تعيين العلماني عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، ونائب رئيس الوزراء كان تاجر البهايم والمواشي محمد حمدان دقلو الشهير بحمدتي. حمدتي رئيس قوات الدعم السريع، او تقدر تقول عصابات الدعم السريع اللي بتفتك بالشعب السوداني حاليا، واللي هي مدعومة بعدة جهات خارجية لا نستبعد الكيان الصهيوني منها ابدا. فقام رئيس الوزراء العلماني عبد الله حمدوك بتعيين عدد من الوزراء يحملون جنسيات غير سودانية وحياتهم كلها كانت خارج السودان. فاكرين قصة حصار طروادة والحصان الخشبي والجنود اللي من خارج طروادة؟ هي نفس القصة بالظبط، حياتهم كلها كانت خارج السودان ويعملون في منظمات مشبوهة وبتمويل من أجهزة مخابرات خارج أرض الوطن. يعني بصريح العبارة كده أصبحت الوزارة كلها نسيج علماني شيوعي موالي لجهات خارجية ومنفصل عن الشعب السوداني المطحون، ومش عايشين معيشته ولا يشعرون بآلامه. استمرت الحكومة العلمانية دي سنتين، خربت فيهم البلد ل100 سنة قدام. وقعت العملة السودانية في عهدهم بعد ما كانت 7 جنيه سوداني مقابل الدولار وصلت ل 18 جنيه، وبعد كده قفزت ل 100 جنيه سوداني مقابل الدولار الواحد، وصولا ل 400 جنيه سوداني مقابل الدولار الواحد، انتهاء اليوم ل 600 جنيه سوداني هي سعر الدولار الواحد النهاردة. يعني خراب وإفلاس. بعد كده رفعوا الدعم عن الوقود والدقيق مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. رفعوا الدعم عن الكهرباء والمية، تألم الشعب من الأسعار، غياب الخدمات الصحية والتعليمية، وقال الناس ولا يوم من أيامك يا عمر البشير. وفشلت الأحزاب العلمانية فشلا ذريعا سريعا في الملف الاقتصادي. تعالوا بقى لأهم نقطة في الحلقة كلها، وهو ملف وزارة التعليم، وهو دائما هدف أي احتلال لأي دولة من أجل تغيير ثقافة الشعب، بل تغيير دين الشعب، أو على الأقل تمييع الدين ليتوافق مع الأفكار العلمانية. في عهد وزارة التعليم العلمانية دي قامت اللجنة المشكلة بطبع كتاب للصف السادس الابتدائي، وفي صورة للرسام الشهير مايكل أنجلو، صورة تصور الذات الإلهية كما صورها الرسام والنحات الإيطالي مايكل أنجلو، وكانت الصورة بتصور الذات الإلهية في هيئة بشر بيمد إيده لآدم عليه السلام لنفخ الروح فيه. ولما رجعت التحقيقات إلى اللجنة اللي وضعت مناهج التعليم، اكتشف المحقق ان اللجنة لم تضع هذا الفكر او الصورة في المنهج، وكانت هناك يد خفية هي اللي عملت العملة دي، ولم يدرك احد الامر الا بعد وصول الكتب للتلاميذ. واثبتت التحقيقات ان الجاسوس اللي سرب السخرية من الذات الالهية الى مناهج التعليم الابتدائي هو الدكتور العلماني عمر القاري، رجل علماني كان يعمل في جامعات امريكية واوروبية مختلفة، وكانت مهمته كما وضح هي تخريب عقول الأجيال الصاعدة. قامت الوزارة العلمانية أيضا برفع حظر استيراد الخمور وسمحوا بها لكل الناس. ألغوا ركن القضاء والقدر من أركان الإيمان في مناهج التعليم، حذفوا الكثير من منهج التربية الدينية الإسلامية، تلاعبوا بالمواد الدينية أكتر من غيرها، رفضوا حد الردة، رفضوا الحدود الشرعية كلها وحذفوها من الكتب، سمحوا للحركات النسوية بالتحرك
التحرك والظهور، وظهرت فتيات الليل لأول مرة في المجتمع السوداني المحافظ على أخلاقه ودينه. وطبعا كان ظهورهم بشكل قانوني ورسمي وعلني، كما ظهر كمان في وقتهم أهل الفواحش من أمثال أفعال قوم لوط عليه السلام اللي بيتقال عليهم النهاردة أصحاب عالم الريمبو أو الشواذ. وأصبح المجتمع السوداني في طريقه إلى الانهيار التام بسببهم، وكان وجودهم في الحكم بضغوط داخلية علمانية وضغوط خارجية كما قلنا، وكان ذلك تمهيد لما نراه اليوم من تفكك وعدم استقرار، ورفع الشعب السلاح بعضه على بعض وفي توقيت مريب وأثناء انشغال الأمة بأحداث فلسطين. وبالطريقة دي تجذرت العلمانية في المجتمع السوداني بعد أن اختفت عقب فترة السبعينيات اللي كانوا منتشرين فيها بالمجتمعات العربية كلها. وعلى الشعب السوداني أن ينتبه لمثل هذه الأفعال ومن يقومون بها، على الشعب أن يواجههم ويواجه أفكارهم بالنشر والتوعية. ونتمنى منكم جميعا نشر الحلقة دي لعلها تكون جرس إنذار للمجتمع الإسلامي عامة والسوداني خاصة، كما نطالب كل صاحب قناة أو صفحة أن يتحدث عن هذه الشخصيات وما أحدثته من شرخ في عقول شباب المجتمع السوداني والعربي الإسلامي عموما، وما وصل إليه حال السودان من دمار وخراب بسبب هذه الأفكار الخبيثة التي هي كالسوس الذي ينخر في جسد الأمة الإسلامية. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك والكفر والزندقة والفساد والانحلال والإلحاد. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين نصرا مؤزرا، وأن ينتقم من عدوهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرد الأقصى عزيزا إلى رحاب المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.